ها جاهز؟ يا عم يلا. طب اعمل بروفا يلا على ما اجيلك. طيب هقول لكم حاجه كده قبل المخرج ما يجي. عارفين ايه اكبر مشكله بتواجهها مصر دلوقتي؟ اكبر مشكله بتواجهها مصر ان كل واحد شايف نفسه صح والباقي كله غلط. يعني مثلا انصار مرسي شايفين مرسي الرئيس، واللي يلغي كده يبقى عبد البياده. انصار السيسي مش شايفين غير السيسي، واللي يقرب له يبقى خاين وعميل ونذبحه. ونسينا ان احنا كلنا مصريين. يعني مرسي ده على دماغنا من فوق، والسيسي برضه على دماغنا من فوق. ما تستغربش بقى اللي انا بقوله. انا اصلا موجود هنا مش بمزاجي، انا اصلا مربوط جوه بقى لي فتره، وكل اسبوع يضربوني ويوقفوني هنا غصبا عني ويدوني ورقه اقراها. لكن انا لو عليا انا كلنا مصريين. وانا يا ابني مش سامع صوتك ليه؟ اهو يا عم. يعني ايه يعني سيسي يبقى مشير؟ ها؟ هو انا عشان عدلي منصور جايبه يقوم مرقيه مشير؟ انتوا بتجاملوا بعض على قفنا؟ هو في مشير ما حاربش؟ ها؟ في مشير ما حاربش؟ طبعا انتوا عارفين ان السيسي حارب. الراجل ده دلوقتي بيخوض اكبر حرب خاضتها مصر من 73. السيسي رجل الحرب وهو اقوى واحد في البلد دي. هو ما شاركش في اي حروب. السيسي مش رجل حرب، هو ما شاركش في اي حروب. ازاي بقى راجل جيش ده فريق؟ كان حرب ايوه. ازاي بقى 67 و73 ازاي شارك يا باشا؟ يا باشا شارك 73 و67 و6. هو متخرج بعد 73 ماشي من الجامعه بعد. كفايه ان هو بيقود الحرب. ما هو يا جماعه اللي ما بيشاركش في 67 او 73 هو اللي بيقود الحرب. وبعدين السيسي مش اي حرب بيقودها، السيسي دلوقتي بيقود الحرب العالميه الرابعه. مشير عبد الفتاح السيسي قاد اكبر الحروب في العالم. الحرب اللي بين الشعب وبعضه اقوى من اي حرب مع اي عدو تاني. والله ده اصعب حاجه انك تقتل شعبك. انتوا مش مقدرين انت الراجل ده بيعمله. ايه يا ابني صوتك فين؟ بتقتل شعبك يا سيسي، بتقتل شعبك يا راجل. حد يقتل شعبه يا اخي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شعب مين؟ دول شويه ارهابيين. دول ده اخطر انواع الارهاب اللي هو ما بين يوم وليله يبقى ارهابي. انت مقدر واحد بينام بالليل كويس يصحى ارهابي؟ ده مرض. عشان كده السيسي ما سكتش. لابد من نزول كل المصريين ينزلوا عشان يدوني تفويض وامر باني اواجه العنف والارهاب المحتمل. بصراحه السيسي فرمه، قتل له كام الف كده من الارهابيين واعتقل له كام الف. ايوه يا عم نظف بقى. ما كانش الجيش هيواجه الارهاب، مين اللي هيواجه الارهاب؟ وما يجيلوش واحد ابن كلب اليوم كده يقول لي ان محاربه الارهاب مش وظيفه الجيش. انا مش مهمتي مجابهه ومكافحه ارهاب. ليه؟ الجيش قالت ايه؟ قالت قتل، مش قالت قبض. ولا احنا ما نعرفش نقبض، احنا بنطلع طلقه فين؟ في الشكل. مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الحدود. الشرطة المدنية لها ما يخصها في الشأن الداخلي، بؤر إجرامية، بؤر إرهابية زي ما يكون. إحنا لأ، ومش هيكون. السيسي بيقول كده بس لزوم التسريب مش أكتر، لكن المعروف إن الجيش وظيفته محاربة الإرهاب. الجيش مش وظيفته محاربة الإرهاب، الجيش وظيفته أعلى وأسمى وأرقى من كده بكتير. نسأل نفسنا ليه الجيش عنده 9 مصانع مكرونه مثلا على سبيل المثال؟ هل دي وظيفه للجيش؟ ماشي يا جماعه، الجيش بيصنع مكرونه ومربى وبيعمل لنا قلوب في السماء ويرقص معانا في الشوارع، بس يوم ما بنحتاجه، يوم بس ما بنحتاجه، عمره ما يتخلى عننا. ده جيش مصر. الشباب والناس اللي فقدوا في سانت كاترين. العثور على جثة المخرج محمد رمضان آخر المفقودين في جبال سانت كاترين. كل شوية ربع ساعة لسه في ورق ما خلص، وفي الآخر اكتشفنا إن مفيش بنزين في الطيارة أصلا. وقال لك اتصلوا بالجيش وقالوا لهم، سألوهم، عمره ما حدش بيسأل. إيه مصلحة القوات المسلحة إنها تسأل مصر ولا مسيحي؟ قصدي مصر ولا أجنبي؟ ما هو مسؤول عن الإنقاذ. بيتكرر معانا بالظبط. اول ما عرفوا ان ال8 دول مصريين اتسابوا لحد ما ال4 ربنا نجاهم وعاشوا، وال4 التانيين ماتوا. حتى حضرتك محمد رمضان كان عايش لحد امبارح في الشروق، وده يشهد عليه اخو احمد. شاف يعني، كان كل البدو قالوا له هو بيعاش بالموبايل وعايش، بس هم الظاهر كانوا عايزين يعني بيوفروا طيارات، يعني عايزين يطلعوا يجيبوا ال4 مره واحده. ما احنا اهو بنحاول يعني نستنهض همتهم تاني، اذا كان في زي ما انت بتقولي في اي
تكاسل ولا اعتقد ذلك. محاولة تحميل المسؤولية او بالبلدي كده يشيلوا الشيلة للجيش. للاسف عايش في وسطنا شويه خونه مفهميننا بقى ان المفروض الجيش يسيب وظيفته ويروح بقى يدور على الناس اللي تايهه والناس اللي ضاعت في الصحراء والكلام. يا جماعه الجيش ليه وظيفه واحده بس. مصر ترسل مساعدات لإطفاء حرائق الكرمل. الموضوع مصر تساعد في إطفاء حرائق الغابات بإسرائيل. أن القاهرة أرسلت طائرات إطفاء إلى تل أبيب. وأضافت الصحيفة أن دول العالم استجابت لدعوات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي للمساعدة في إطفاء أكبر حرائق بتشهدها تل أبيب. أهو شو تعرفوا بس إن الجيش بتاعنا بيحمي أي حد ان شاء الله حتى الاسرائيليين حتى. ايه يا ابني عملت ايه؟ خلصت يا ابني بروفا ولا لسه؟ ايوه يا عم اخر حته بس يعني. اسرائيليين يعني اسرائيليين يا اخوانا اسرائيليين. خلاص تمام نبدا بقى يا جماعه. يلا 3 2 1. اهلا بيكم في حلقه جديده من يوتيوب. انا اتفقت المخرج بيقول لي لو الناس ما عملتش سبسكرايب من هنا هيمشيني ويجيب لي عقد بدل يوم خفيف. قال لي يلا اعملوا فولو الاكونت بتاعنا على تويتر ولايك وسبقتنا على الفيسبوك والرابط اللي موجود تحت الفيديو. شويه رابط كده تحتهم. اتفرجوا على اي حلقه واحده. الحلقه اتفرجوا على الحلقه اللي فاتت. سبسكرايب كده كده. عملوا سبسكرايب يا ابني ولا لا؟ يعني انت بتطبق ولا لا؟ خلاص استنى ليه؟